السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم زينو طروادي. اليوم غادي نحكوا على تصريحات اللي قالها مؤخرا المدعو الشيف فوديل في الاذاعه المغربيه. قبل ما نطرقوا لهذا الموضوع، كاين واحد المعلومات راح نشارككم بها اللي على بالي بالك 90% من الشعب الجزائري ما على بالاش بها حول الشيف فوديل، وهذه معلومات مؤكده 100%. وراني عارف راني نهضر. نهضر لكم لمحه خفيفه، بعد نهضروا التفاصيل الشيقه. لمحه خفيفه، كلكم تعرفوا الشيف فوديل زاد في باري، هو اللي دوريجين تاعو من تلمسان، دخل ميدان الفن اترافير جدته اللي كانت مداحه في العراس. هذه معلومه باينه منها. الصوالح اللي ما تعرفوهمش، كان من اكبر الداعمين للحمله الانتخابيه للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. هذه بزاف الجزائريين ما على بالهمش بها، هو كان من داعم كبير لساركوزي في الحمله الانتخابيه، وين وصل به لو 6 ماي يوم اعلان نتائج الرئاسيات الفرنسيه وفوز ساركوزي، كان متواجد لو 6 ماي في بلاص مدعو بلاصيطه عندهم ساحه سموها كونكورد وفي فرنسا. كان مع شخصيات فرنسية كبيرة يحتفل بفوز الرئيس الفرنسي. لهذه تخلي علامة استفهام كبيرة، كيفاه جزائري يفرح الفوز رئيس فرنسي اللي كان يكن بالعداء للجزائر ديك الفترة، ومازال يكنها ويقعدوا توجور يكونون العداء. هذا غير مفروغ منها. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الزوجة، الشعب الجزائري ما يعرفش بلي الشيف فوديل تولنا في فيلم فرنسي اللي اسمه جيزس، والمعنى تاعه باللغة العربية الفصحى المسيح، اللي هذه تاني تحل قوس كبير حول معتقد الشاب فوديل، معتقد الديني تاعه. باسكو سيرار وين نشوفوا واحد جزائري وين يمثل في هذه الأدوار مثيرة للجدل. ولا علينا نزيدو. ابري في 2012 ولا فان تاع 2012 تحصل الشيف فوديل على الجنسيه المغربيه. ملي تحصل على الجنسيه المغربيه بيان سير قعد في المغرب وعاش تماك ودار الحفله تاعه في المغرب، ودرك مؤخرا على الجزائر. هو لا بليبار الشعب الجزائري كاين بزاف اللي فاق بديك العفسه تاع ساركوزي، الحمله الانتخابيه، ما قاعدش يسيبورتي، ما قاعدش يدعمه. دونك جبدوا منه، بدا يبان على الحقيقه تاعه. درك نقولوا السيجي تاعنا الاول. مؤخرا استدعته اذاعه تماك مغربيه، تكلموا له، قعدوا يتكلموا صح. بعد جبت له قالت له كان يكون الرئيس تبون يسمعك اش تقول له. انا ما قدرتش نشر المقطع باسكو راكم تعرفوا اليوتيوب راه فيه حقوق النشر والتاليف، لو كان نشر المقطع على بالي بلي سينيال ولا لا فيديو. رانا متمكنين في هاد الصوالح الالكترونيه، نعرفوا غايه هذا الشيء. قال لها ندعي الرئيس الفرنسي الجزائري عبد المجيد تبون، قال له ندعيه يجي لمراكش يدير كاسات. هذه الدعوه عندها بزاف كما يقول لك، عندها بزاف معاني. قادر هاد الدعوه. غادي نعطيكم حاجه، الرئيس تبون على بالنا بلي هو وزير الدفاع الجزائري، هذا الشيء مفروغ منه. دونك هذا جزائري في ارض مغربيه يدعي وزير الدفاع الجزائري يجي لمراكش. هذه انا واحد من الناس نفهمها باللي الشيف فوديل الله يتمنى مراكش تكون ارض جزائريه، ويتمنى الجيش تاعنا الجزائري يدخل في المغرب، ولما لا ياخذ الاراضي المغربيه، باسكو بكري كانوا كاع بكري كانوا كاع اراضي جزائريه. المهم ولا علينا. ازيدوا قال لهم انا كاين هذا التاويل. كاين اللي اول هيقول لك الشيف فوديل راح يسخر زعما من الرئيس الجزائري، يقول له يوجه هذيك الدعوه وروح شربوا اتاي ومنه. خوتي اللي تعرفوا بلي الشيف فوديل المخزن النظام المغربي راه عطاه امتيازات كبيره، باش اي جزائري عايش في المغرب ويتهجم على الجزائر عرفوا بلي عندها امتيازات كبيره، عاطينه سكن، عاطينه بزاف صوالح راح نطرقوا عليهم في موضوع واحد اخر. دونك والحاجه اللي غاضتني كجزائري، غادي نهضر دروك على بالمشاعر بلي سونتيمون تاعي. الحاجه اللي غاضتني كجزائري كيف توصل تقول سيدنا، راك فاهم. دوك حنا في لي زالجيريان قاع تربينا في العز الحمد لله. زعما في الجزائر ما كانش هذيك تاع تبوس اليدين ولا تقول امير المؤمنين ولا امير المؤمنين عمر بن الخطاب الله يرحمه مسكين، فاهم، مات بكري.
مين كانت المؤمنين. انا ما نقدرش نقول لك انا على ملك تاع مغرب امير المؤمنين وهو يبيع الحشيش ويصدرها كاع لافريك كلهم. درك كي يدير هاد الامير اللي كنت تهضروا عليه، اذا كان امير المؤمنين وهو ينشر في صوالح اللي يتناقضوا مع الدين، كي داير شكون هاد المؤمنين اللي كنت تهضروا عليهم اللي باش يامنوا؟ سي بيزار. انا كاينه حاجه نهضروا عليها مؤخرا، كنت متواجد خارج الوطن، درت واحد البيريود تاع شهرين، انسان شويه بدل، شاف ثقافات جديده، تعرف بناس جدد. كاين زوج صوالح ديكوفريتهم ملي كنت في ليترونجي. الحاجه الاولى ديكوفريت بلي المغاربه ناس ملاح، الشعب مغربي ناس ملاح، والشعب مغربي مغلوب على امره. كاع كنا نريحو نهضروا، قالوا لي زينو راك تعرف حنا ما نقدوش نكريتيكو الملك باسكو راهم متبعينا، نكونوا في المغرب ما نقدوش نهضروا. انا نحسن عاون الشعب المغربي، والله نحسن عاونهم وناس زينين. كيما نقول لك كنا نتعشوا ونفطروا مع رحباني، عرفت راني نهضر زعما ناس سكر. شاو يقول لك بلي هذاك النظام نقدو فاهمين مغلوبين على امرهم، ما يقدوش يهضروا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه اللي ديكوفريتها بلادنا متسامحه بزاف، بلادنا متسامحه بزاف. كاين واحد الصوالح في الدول واحد اخرين يزيروك عليهم، ماشي يزيروك عليهم، القانون ما يرحمش. راكم فاهمين؟ حنا عندنا قانون في الجزائر متساهل بزاف مع الشعب، الدوله متساهله بزاف مع الشعب. هادي عارف شنو نهضر. كاين بالك كاين الجزائري راح يختلفوا معايا في هذا الامر باسكو بالك لا بليبار مساكين ما خرجوش. بصح الجزائر اللي كنا برا ولا كنا نريحوا هكاك ونتحاكوا كاع قلناها هذه في غيبه. قلنا بلي الجزائر نعمه، والله يا خوتي الجزائر نعمه. الجزائر عندك تاكل، ما عندكش تاكل، تشرب، راك فاهم؟ شي بارابور دي بي واحد اخرين. والله يا خوتي سمحوا لي الا كنخرج على الموضوع، بصح زعما انا عايشين في نعمه، وكاين الناس راه كيما يقولك تتربص بالبلاد تاعنا ويحوسوا يريحونا ويحوسونا نقعدوا غير كيما كنا بكري في سنوات تاع الدم. راك فاهم؟ تغيرهم لاجيري بدات تديفلوبا، بدات زعما بشويه. انا مانيش نقول لكم بلي ما عندناش مشاكل في لاجيري يا خوتي، ما نغطوش الشمس بالغربال، كاينين مشاكل بصح بارتو. هاد المشاكل كاع الدول كاينين، ما كانش دوله ما فيهاش مشاكل خوتي. امريكان وراه فيها كيسموه راه عندهم ازمات داخليه بارتو كاين. كل دوله وكيفها، كل دوله وكيفها. حنا كيما يقولك الدوله ما تقدرش تسقد كلش، والشعب ما يقدرش يسقد كلش. تما اللي قال اليد في اليد. راكم فاهمين؟ كي يكونوا اليد في اليد ونتفاهموا ونكونوا على كلمه واحده، بزاف صوالح يتبدلوا، بزاف صوالح يتسقدوا. والحمد لله بدات تتسقد برمي هاد الصوالح من هاد البطاله. زعما الحمد لله واحد شومير في لاجيري راه عنده باي، ما راش مسكين قاعد بلاش، ما يخلص ما والو. زعما كاين باي، كاين صوالح لي بوزيتيف اللي يستاهلوا وجي نهضروا عليهم. بون نولوا الموضوع تاعنا اللي هو شاف موديل فيق ما تخليهمش يلعبوا لك بمخك. تارك عندهم تماك راهم يبينوها لك جنه، نهار اللي طيح بك غادي ما ترفدك غير بلادك، وعائلتك، وتعرف مع الشيطان كيما يقول لك. والانسان اللي كيما يقول لك اللي يحتضر ماشي عيب، معليش بين. قال لاخوتي سامحوا لي غلط، قال منا، قال ولو كان خطأ لا يغتفر. بصح بلادنا شابه، بلادنا زينه، شعبا وقياده ودوله وكاع. خوتي جاسبر ما طولت عليكم في هذا الفيديو. هلا في رواحكم، وجايين مواضيع ان شاء الله شيقه واخرين نحكوا عليها. السلام عليكم.